لو بتشتري عقار وانت بره مصر، مين هيحمي فلوسك وانت مش موجود؟ اكتر حاجه بخاف منها على اي حد عايش بره مصر انه يشتري اعتمادا على كلام او صور او ترشيح من حد، لان ببساطه انت مش موجود علشان تقدر تشوف بنفسك. انت مش محتاج حد يبيع لك المشروع، انت محتاج حد يراجع لك المشروع، يفهمك مين المطور ويراجع لك سابقه اعماله عامله ازاي. ولو المشروع لسه لونش جديد، هل كل اوراقه سليمه؟ في قرار وزاري، في ترخيص، وفي شغل بدأ على الارض فعلا ولا لسه اعلانات؟ ويتابع معاك حجم الانشاءات والجدول الزمني ويقول لك الحقيقه زي ما هي، لان وانت بره مصر مش هتقدر تنزل كل اسبوع علشان تشوف المشروع وصل لحد فين، ومش هتعرف تراجع ورق المطور ولا تتابع الانشاءات ولا تفرق ما بين الكلام اللي بيتقال في الاعلان والواقع اللي على الارض. علشان كده وجود حد ثقه يبقى عينك في مصر مش رفاهيه، ده جزء من قرار الشراء نفسه. حد يراجع ويسأل ويتابع ويقول لك الحقيقة حتى لو معناها ان نستنى المشروع ده مش وقته، لان القرار الصح مش انك تشتري بسرعة، القرار الصح انك تشتري وانت عارف كل تفصيلة بتحط فيها فلوسك. دوري مش ان اقول لك ليه تشتري، دوري ان اعرفك امتى وفين وليه تشتري.